اتعرف بيكي؟ أنا أسماء السيد عامر. اهلا وسهلا أهلا بيكي. بيك. كلميني عن العمل اللي انت مشاركه فيه النهارده كده. العمل اللي أنا شاركت فيه هو الشيخ، طبعا كلكم عارفينه. اللي كان بيصلي والقطة جت وقفت على كتفه، وسموا الصورة دي قبلة الحياة، يعني اللي هو إيه، قبلة الإيمان، حاجة ما حصلتش قبل كده. احنا عايزين نعرف انت في وقت قياسي قدرتي ان انت تعملي ده ازاي في وقت عملتها خلال ثلاث ساعات بالظبط. 3 ساعات بالظبط. 3 ساعات بالظبط. بدأت ان انا وقفت الفيديو اللي كان شغال وان انا بدأت ارسمها على طول. دي رسمتيها بالوان ايه دي؟ دي الوان سوفت باستل وفابريكاس الخشب، الوان خشبيه. بدأتي رسم من امتى بقى؟ عايزين نعرف. انا من وانا صغيره، من وانا عندي 6 سنين. صغيره دي هوايه مش كنت برسم اي حاجه قدامي. لكن ما درستيش؟ لا ما درستش، لا. كنت بترسمي اي حاجه. بدأتي ازاي؟ مين شجعك بقى على اهلي طبعا شجعوني، ولما كانوا بيشوفوا رسمي وكده كانوا بيساعدوني ان انا ارسم وانمي موهبتي اكتر يعني. بس لما دخلت بقى حاجه تانية غير فنون وكده ما وقفتش برضه، بدات ان انا اشارك في معارض وكملت وحاولت ان انا لحد دلوقتي 4 معارض. 4 معارض. طموحاتك بقى في الفن التشكيلي والرسم؟ لا انا نفسي اطور نفسي كمان اكتر من كده وان شاء الله يبقى حاجه كويسه يعني. واعلم طبعا، انا مدرسه بعلم الاطفال الصغيرين الرسم، يعني اي حد بيحب يتعلم بعلمه. كويس جدا ان شاء الله. احنا بنتمنى لك التوفيق دايما باذن الله، ونشوفك في معارض قادمه ان شاء الله. يا رب. تسلم يا رب. الف شكر ليك. شكرا جزيلا. شكرا ليك. اتعرف بيكي؟ هنا هاني شوقي. سهلا بيكي. كلمينا عن العمل اللي انت مشاركه فيه كده النهارده. يعني هو عمل بيدل عن بيعبر عن ايه بقى العمل ده؟ البراءة والتراحم ما بين الطفل والحيوان. رسمتيها بالوان ايه؟ فحم. انت يعني دايما بترسمي بألوان الفحم ولا؟ لا انا يعني الوان سوفت وزيت شاركت في معرض قبل كده ولا ده اول مره؟ لا ده المعرض التاني. مين شجعك بقى على الرسم؟ يعني عيلتي والفنانة أسماء عامر. ما شاء الله عليك. طموحاتك بقى ناوية تبقي ايه في الفن التشكيلي؟ مهندسة ان شاء الله. عايزة تبقي يعني رسامة كبيرة؟ ان شاء الله. ما شاء الله عليك الصراحة. موهبة درستي الفن ولا هواية؟ لا هواية. ما شاء الله عليك. شكرا. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوفك في معارض جاية. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. نتعرف بيكي؟ رانيا ابراهيم. اهلا بحضرتك. انا النهارده جايبه دول، ده عباره عن طبيعه صامته بالرصاص. دي حاجات درجات رصاص مختلفه. ده بيتعبر عن ايه؟ دي طبيعه صامته بيبان فيها التدرجات اللونيه، مثلا الطفايه هنا بيبقى لونها في العاده احمر، فهي اغمق شويه من القله، والحاجات اللي ابعد بتبقى اغمق من الحاجات القريبه، وتكسيره القماش مثلا الضوء والظل والحاجات دي. اللوحه الثانيه بقى برضه طبيعه صامته. ايوه بالظبط. انت بتستهويكي الاعمال دي؟ بتستهويكي يعني الطبيعه الصامته ولا ليكي اعمال ثانيه؟ لا انا بشتغل اعمال بالطباعه، وبشتغل اعمال بالزيت، وبشتغل اعمال بالجواش وكل حاجه يعني. ليكي اعمال ثانيه؟ شاركتي في كم معرض بقى قبل كده؟ ده التاني. تاني معرض؟ ده لسه لسه الحمد لله. شجعك بقى على موهبه الرسم؟ والله اهلي خالي بالذات يعني. فعلا دي حقيقه. طموحاتك بقى في الرسم ناويه تبقي ايه؟ عايزه تبقي ايه؟ والله عايزه اطور من نفسي اكتر، مش عايزه اقف عند نقطه واقول بس، يعني مش عايزه بس دي خالص. تستمري بقى؟ دي حقيقه. ان شاء الله نشوف معارض شخصيه ان شاء الله باذن الله. متشكره لحضرتك. شكرا جدا. متشكره والله. تسلم. ربنا يخليك.